السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بفيديو من فيديوهات المشاكل. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ جات لي مشكلة كان بقالها فترة مفيش مشاكل بتتبعت يعني. المشكلة بصراحة يعني آه غريبة من نوعها. يعني احنا كعرب او كمسلمين الراجل عندنا له شمخة كده. راجل بمعنى راجل، يعني راجل شرقي، له عاداته له تقاليده له مبادئه. اول مرة في حياتي اتعرض ان انا اقرأ مشكلة زي كده. انا مش بلومه يعني، بس اللي هو غريبة قوي عليا، غريبة جدا ان راجل يبعت لي كده. ندخل في المشكلة. بيقول لي: ازيك يا استاذة، انا للأسف الشديد اكتشفت ان زوجتي بتخوني، بتكلم واحد ورسائل الواتس ورسائل على الواتس. يعني انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها. المشكلة اني مش قادر اسامحها وبرضو مش قادر اواجهها. يعني هو شاف رسائل على الواتس لزوجته بتكلم واحد شخص تاني غيره، وقاعد بيناقش في نفسه او بيحارب في نفسه. مش عارفة ازاي، يعني ازاي جاله الصبر والتحكم في نفسه، وان هو يعيش معاها برضو في نفس البيت، لان هو ما قالهاش حاجة. وقادر ان هو يحاول يحكم هل الموضوع ينفع نكمل او ما يكملش. فبيقول: انا مش عارف اسامحها او مش قادر اسامحها، وبرضو مش قادر اواجهها، عشان لو انا عملت كده لازم اخد موقف واسيبها. نيجي بقى للجزء اللي حيرني انا شخصيا، وانا ما اقدرش اعيش من غيرها. يعني خاينة وما تقدرش تعيش من غيرها. انا بجد مش عارفة اقول لك ايه. يعني انا بحترم الحب جدا، بس الحب للوفاء، اللي بيفي، اللي بيصونك، اللي بيحمي ظهرك. فبيقولوا في نفس الوقت مش قادر اغفر لها اللي عملته ومش عارف اعمل ايه. يعني هو مش عارف يقول في الكلام ايه. هو كاتب كلام وناسي حاجات يعني مش موضح كويس. بس هو من الرسالة ان هو مش قادر يواجه زوجته. يعني انا بجد والله احترت جدا في الرسالة. وانا مش بقول ان هو في موقف كويس، لا، انا بقول ان هو في موقف لا يحسد عليه. هو بيحبها جدا، الواضح كده ان هو بيحبها جدا حد الجنون يعني، او ان هي بالنسبة له الحياة. كم نتمنى ان يكون لنا رجل كهذا. ولكن المفروض ان الحب ده للشخص اللي بيصون واللي بيحمي واللي بيكون عنده اخلاص ووفاء. لكن انت لقيت واحدة بتخونك وانت شفت بعينك، يعني محدش وشى بها يعني تقول ده متضايق منها فبيقول عليها. انت اللي شفت بعينيك. فكيف؟ ازاي؟ اشرح لي، قولي ازاي. ده الست لما بتشوف جوزها بيعمل كده بيجن جنونها، وبتطلع يعني في قمة غضبها. ممكن تهد بيت، ممكن تولع الدنيا وما يهمهاش، وهي ست. وبيقولوا ان الراجل يعني يتغفر له، ولكن الست ده شرف، عرض، قيمة، دين. مش ممكن ان احنا نفرط فيها ببساطة اللي انت كاتب لي بيها الرسالة. بجد انا اتمنى ان الفيديو يوصل لك، لاني انا مش عارفك. انا ما بقولكش على حاجة غلط، بس والله يعني هو على حسب مقدرتك انت على السماح بصراحة. يعني مش مش قادرة اقول لك احساسي. بس انا لو مكانك، شوف، انا يعني لو الآية معكوسة ان انت اللي بتخون وزوجتك هي اللي شافت ده، انا هقول لها ما تسامحيهوش. ان انا ابقى نايمة جنب جوزي واخونه؟ لا تعقل. لا هي في دين، ولا هي في شرع، ولا في اخلاق، ولا في تقاليد، ولا في عرف، ولا في اي حاجة. يعني انا عمالة ادور على عذر
مش لاقيه، مهما كنت انت مهملها، مهما كنت انت كده. المفروض ان احنا في ديننا وفي عرفنا. انا اسفه جدا على اللي طالع في الفيديو ده، بس هو حظكم كده بقى. فبجد المشكله يعني بالنسبه لي عامله لي حاله كده من العجب. بقينا في زمن العجايب. انا والله مش بذم فيه، انا مستغرباه انه في زماننا ده في راجل زوجته خانته وهو بيحبها لدرجة انه مش قادر يشوف انها خاينة وما تستاهلش الحب ده، في حين ان ممكن في ست تبقى شايلة جوزها على راسها ويروح هو يخونها ويطلقها ويعمل فيها ما لا تحمد عقباه وتندم على اليوم اللي هي حبته فيه. فانت رجل نادر، يعني انا نادرا ما بقابل راجل بهذه المواصفات، يحب للحب امرأة في حياته لا يمكن ان هو يحط واحدة تانية مكانها. يعني مش ممكن، هو مش متخيل حياته من غيرها. هو ان انا اوصل لدرجة ان انا مش قادر اواجه زوجتي على خيانتها، يبقى انا بحبها حب الجنون. حب يعني وصلت لمرحلة العشق بزوجتي. في المنطقة دي انا بحترمك جدا، بس في نفس الوقت انا ما اقدرش اقول لك حاجة غير ان دي خاينة، حتى لو هو مجرد كلام. بس اكيد الكلام اللي انت شفته مش كلام عادي، مش صباح الخير مساء الخير. اكيد يعني انت طالما بتقول خانتك يبقى، وهو حتى لو هي قالت صباح الخير مساء الخير، طالما ما بتشتغلش وما فيش زمالة والشخص ده من على الفيس او من اي مكان او مش معروف يعني او كده، يبقى برضو خيانة. هي خيانة درجة بسيطة بس تعتبر خيانة. لكن انت صعب جدا، يعني انت هتفضل في تأنيب الضمير وفي العذاب ده سنين لحد ما تحس نفسك ان انت كرهتها لما هتقدر تسيبها. بس انا عايزة يعني، الخيانة بتوصل البني ادم للكره. يعني انا لما حد يخوني اكيد هكرهه، هحس انا ناقصني ايه. ما بالك الراجل ما ينفعش يتخان لا دين ولا شرع ولا عرف ولا اي حاجة ولا تربية. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يا رب يسعدك وتاخد القرار الصح. هو القرار الصح ان انت لازم تاخد موقف، والا هتبقى ديوس، لان هي مش هتبطل، لان انت ما واجهتهاش، لان هي معرفتش ان انت عرفت، فهتفضل في العلاقه بتاعتها مستمره. وده لا يجوز شرعا وانت تعرف كده، وانت راجل ما ينفعش تتكسر. يعني لو انت اللي واجهتها يبقى لازم تنهي العلاقه. ويا رب يسعدك ويصلح حالك، ويا رب الفيديو يوصل لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.